كيف نسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويشوهون منهجنا وإلى آخره، ثم يقتلون أخينا؟ كيف نسكت؟ من بين الحق يا أخوان. هذه كلها من أساليبه اللي احتاج بها على الشيء. فك الردود قدام الغزالي كتب عدد الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حوا، البوطي، كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بس ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردوا بعضهم هؤلاء اتركوا الردود بس ما عندك ردود. شو كيف يضحكون على الناس ويلعبون على عقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبهة كما حصل الأخ الله يقول يعني الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل، فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس أهل هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشطوا يا إخوة. الدعوة السلفية بالسكوت تموت، وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله كثير من الشباب ذليل ما يقدر يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتيك البدع يجب عليك من كل ما يتكلموا عليك يجون يهجموا عليك، خربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بس ده. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساءنا ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا البذلقم على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. الله يبارك فيك.